أنا اسمي إيمان إبراهيم، أخدت برنامج Your Mentor to True Success في نوفمبر 2020. اشتركت في البرنامج ده لأني كان بقالي سنتين بحاول أشتغل على نفسي. لما فجأة كده رايحين جايين في الشغل ومش عارفين احنا عايزين ايه، هل هو ده فعلا اللي احنا عايزينه؟ في الفترة الأخيرة انتشر قوي فكرة الناجحين بيعملوا العادات بتاعتهم كذا، كتب كلها بتتكلم عن التنمية الذاتية. طب هي الناس دي بتعمل كده ازاي؟ لقيت في الإعلان عن Your Mentor to True Success إن هو أصلا من اسمه واضح Your Mentor to True Success، ازاي هتتعلم تروح وتبقى ناجح؟ طب أكيد دول عندهم وصفة بقى، يعني أكيد في حاجة بتقول الناجحين دول احنا بنشوف عاداتهم بس، طب بينفذوا العادات دي ازاي؟ ايه اللي ساعدهم يعملوا العادات دي؟ فكانت دي الحاجة أو الدافع يعني اللي خلاني أحاول أشترك في البرنامج. البرنامج لما اشتركت فيه في جوانب كتير قوي، هي السبب اللي خلتني احس انه في فرق. يعني انا لما خدته من 2020، احنا دلوقتي في نهايه السنه تقريبا، احنا في نهايه 2021، ما كنتش متوقعه ان التغيير يبقى سريع كده. السبب ان هو بيدي ستيبس واضحه، هي الستبس دي كمان بيدينا فترة أنا بطبق كل ستيب منها. كنت قلقانة إن البرنامج أونلاين، بس أحلى حاجة فيه إن هو أصلا كان أونلاين، لأني أنا كنت بحدد الوقت اللي أنا هسمعه فيه، فدي كانت أصلا أول خطوة الناجحين بيعملوها، إن هم بيحددوا الوقت اللي يناسبهم. بلس ان انا لما الخطوه اللي باخدها دي في وقت قبل ما ناخد الخطوه التانية ان احنا نطبق فيها، بلس ان المنتور اللي معانا ايمان طول الوقت موجوده، ان احنا بنسال بتجاوب. كان برضو القلق انه طب ما هو اونلاين مين هيجاوبني، لقيت انه لا، في كذا وسيله خلال البرنامج ان انا اتواصل واقدر اسال السؤال اللي انا عايزاه، وكنت بلاقي الاجابه في اسرع وقت، فده كان بيساعدني على التطبيق. الجوانب بقى اللي اتغيرت فيا ان انا عرفت ايه هي العادات اللي انا محتاجاها، مش مجرد عادات اشهر الناجحين على مستوى العالم او الناس اللي المشهورين زي مثلا هنقول بيل جيتس او مارك مثلا، دول المثالين اللي طول الوقت الناس بتدي عليهم مثال، بيعملوا عادات كذا وبيلبسوا كذا، بيحافظوا على جسمهم، بيحافظوا على يومهم. طب ازاي بيعملوا ده؟ في البرنامج لقيت ان هو ده الموضوع مش صعب، يعني هو سهل التنفيذ، بس حد بيحط يعني رجلك على اول خطوه، على اول سلمه، انت ازاي تنفذ ده، وانت في ايه اللي محتاجه في العادات دي. اصلا مش كل العادات دي ممكن نكون محتاجينها، ممكن تبقى مختلفه المرحله العمريه اللي انا فيها، الامكانيات اللي عندي. اسهل حاجه علينا ان احنا نقول طب هم عندهم امكانيات تساعدهم على ده، طب شكرا. لا، البرنامج بيوضح لك انت ازاي بامكانياتك الحاليه تقدر تنفذ الخطوات دي. كمان البرنامج ساعدني انه ينمي عندي مهارات كتير جدا. زي ايه؟ زي ان انا كنت شايفه نفسي طول الوقت شخص اصلا نايت اول، يعني حد بيسهر ما يعرفش يصحى الصبح. لا، لقيت انه لا، هي فعلا البركه الصبح، وانه مش بصحى الصبح عشان هو مجبره اصحى الصبح، لا، هو فرق في كل حاجه. النوم طول الوقت بنسمع عن اهميته، واهميه ان احنا نصحى بدري وننام بدري والكلام ده، بس لما بننفذه بيختلف تماما، وما تنفذه عن اقتناع وانت عايز ايه. فلما عندي دي، لما عندي ان انا بقى عندي سرعه ملاحظه لكل حاجه حواليا، في اي مكان بروحه، الحاجه دي بتاثر عليا سلبي ولا ايجابي. ما كنتش متخيله، مع اني حد مؤمن جدا بالاشارات وبالسلبيات والايجابيات في اي مكان، بس كنت متخيله ده بيتطبق على المكان اللي انا طول الوقت، اللي هو بيتي، مكتبي. ما كنتش متخيله ان ده ممكن في الشارع، في المحل اللي بمشي فيه، في الكافيه اللي بختار اقعد فيه، في المكان اللي بختار اقابل زمايلي فيه او صحابي، هو ده. لا، لقيت ان بقى بسهوله اقدر الاحظ المكان ده مناسب ليا فعلا ولا لا، بالنسبه لشخصيتي، بالنسبه للحاجات اللي انا عايزاها، هيديني اللي انا عايزاه ولا لا. ودي حاجه ما كنتش اتخيل ان اصلا يعني انها موجوده اصلا، ان انا يعني نورهولي. احلى كمان ميزه في البرنامج بقى، اي برنامج بناخده ممكن يبقى ليميتد، او حتى لو هو لايف مش اونلاين، بنروح نحضر وخلاص، اخدت نوتس او ما اخدتش الموضوع خلص على كده. الحلو في البرنامج ان هو لايف تايم، هو موجود معاك طول الوقت، طول الوقت اتعلمت فيه يعني ايه ريفليكشن. فالريفليكشن ده لما بعمله انا على مدار السنه في حاجات بتتغير، فلما بترجع للجزء ده وتسمعه من جديد وتلاحظ انت اتقدمت في ايه، وايه النقط اللي ما كانتش واصله لك وصلت لك بشكل افضل، وهقدر انميها في نفسي من تاني واشتغل عليها تاني، الموضوع مختلف تماما. احساسك ان الماتيريال دي موجوده، مش ماتيريال مكتوبه او ورق او نوتس، لا، هو المنتور موجود وبيشرح لك تاني وتالت ورابع، انت بتروح له هو يشرح لك تاني، وهتسال تاني وهيجاوب عليك برضو. فطول الوقت انت في تطور من نفس البرنامج. من المميزات اللي في البروجرام برضو موضوع الكتب. انا حد بيحب يقرا، ولو محدش بيحب يقرا هتحب تقرا، لانه هو بيرشح موضوعات معينه انت رايح تدور على معلومه.
واللي بيحب يقرا بيجي عليا وقت انا مش عايزه روايه، انا مش عايزه كتب المشهوره اللي كل الناس بتتكلم عنها او اللي فجاه كده بتعمل بومينج وكل الناس بتشتريها، او انا عايز في مجال معين. فكره انه عند كل خطوه بيرشح لك كتاب بيقربك للخطوه دي. فبحس ان هو بيراعي الفروق في الاستيعاب. يعني في حد استوعب المعلومه من الفيديو، حد لا بيحب ياخد معلومه اكتر ويستفيض في المعلومه، ففي كتاب بيرشحه لك ان انت هتستمتع وتقرا، لانك بتقرا حاجه بتخدمك في الحته اللي انت رايح البرنامج، فاكيد هيشتغل على نفسك في الحته دي، فمعنى انه يديك ريسورسز تانية فدي حاجه جميله جدا، سواء بتحب تقرا او ما بتحبهاش. ففي ريسورس تقدر تسيرش من خلاله، تقدر تشوف ملخص للكتاب، بتتعرف على كتاب عالميين مش كل الناس بتلجأ للحتة دي. يعني احنا بنقول على صفات الناجحين، طيب الناجحين اللي أسسوا العلم ده فين؟ هو بينور لك الطريق، مين اللي أسس الحاجات اللي الناجحين ماشيين عليها. مفاجأة بقى في النهاية انه بعد ما خلصنا، مش بس يعني زي ما قلنا انت معاك منتور بيجاوب عليك طول الوقت، لا المنتور طول الوقت بيضيف لنا، وزي ما قلنا ان البرنامج لايف تايم يعني معاك طول الوقت. كمان انتوا كل شويه في ابديت، كل شويه في فيديوز بتضاف على المنهج الموجود للبرنامج، بيضيف لنا كتب زياده وكتب جديده، فبتحس ان عندك تنوع. لو كتاب من الكتب فتحته ولقيت ان هو تقيل عليك او مش قادر تستوعبه، ففي اقتراحات تانية. هي الفكره انت عايز التغيير ده، البرنامج هيفيد اي حد هو بيدور وعايز ده. اهم حاجه انت تكون عايز ده، هتطبق وهتستمر وتلتزم، هتلاقي تغيير واختلاف في اقصر وقت ممكن. اكتر حاجه كمان نورت معايا موضوع ماستر مايند جروبس او اكاونتبيلتي بارتنر. يعني طول الوقت انا حد بيقدس الصداقه والحاجات دي، وبحب الدعم وبحب التشجيع، بس نورت لي من حته تانية خالص، من زاويه اول مره اعرف عنها او اسمع عنها، وبعد كده اكتشفت ان ده سيستم معروف، بس مش اي حد بيقدر يوصل، عشان زي ما قلنا كده طول الوقت محدش بيقول لنا ان هو الناجحين دول عملوا كده ازاي، بيقول لنا عملوا بس عملوه ازاي، عرفت هنا عملوه ازاي. فكره الماستر مايند جروب انها ان هو بيديك فرصه انه في كوميونتي من خلاله في ناس بتمشي على نفس الهدف، ففاهمه نفس اللغه، هي واخده نفس البرنامج وعايزه ناس تشجعها وتشتغل معاها، فهي فاهمه انت بتتكلم ازاي. فكره ان انت معاك مجموعه من 5 أو 6 أو 8، وطول الوقت كل حد بيشاركك بفكره، وقادر تتكلم معاهم بوضوح وتقول لهم انت محتاج ايه واقف فين وعايز تكمل لحد فين، فمعناه ان البرنامج مش بس مستمر معاك فيديوز بتتفرج عليها، لا في ناس بتدعمك طول الوقت وتنور لك حاجات هي فهمتها بطريقه مختلفه عن الفهم اللي انت فهمته. علشان انا لو هروح ادور على بارتنر في النجاح بس هو مش فاهم انا خدت ايه، طب ما انا هاحبط وهقف وخلاص، لكن انا مش مضطره اشرح انا عايزه ايه، لان الناس دي فاهمه انت عايز ايه. اكبر فاليو ان انا كان بقالي سنتين بشتغل على باشن، اكتشفت ان انا عندي هوايات تانية غير الشغل اللي انا بشتغله كاوفيس مانجر لاحدى الشركات يعني. اكتشفت ان عندي باشن، بس كنت واقفه طب انا هشتغل عليه فين منين ازاي. علشان تشتغل على باشن معين محتاج ان انت يكون عندك تايم، اي حد زيي عنده وقت فيكسد من 9 ل5 فيومه ضايع، هو بيعلمك انه لا اليوم فيه 24 ساعه تاني، يعني في وقت تاني، فان انا استخدم الوقت ده صح واشتغل على الباشن بتاعي. كنت واقفه كده في حته ستاك كده، طب انا هبدا منين؟ هو البرنامج نور لي ممكن ابدا منين وابدا ازاي، اللي هو ازاي اشتغل على نفسي اصلا، واهلني ان انا اقدر اغير فعلا الكارير باث اللي انا ماشيه فيه، واقدر اشتغل على حاجه تانية من اللحظه اللي انا واقفه فيها.